السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة للقرنبيط، إنما سهلة وبسيطة وصحية وكمان موفرة جدا جدا. وهقولك على التكات اللي ازاي يطلع معاكي بالشكل ده كده يا جماعة، طعم وريحة ولون مش قادرة أوصفلك كان طعمه عامل ازاي، من غير بقى ما نقليه في زيت كتير ولا نستعمل زيت كتير ولا أي حاجة. هنعمل كده صينية قرنبيط في الفرن، انما حكايه يا جماعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد كان طعمه كمان جميل جدا جدا جدا. جربيه بقى بنفس الطريقه وان شاء الله هيعجبك جدا وهيعجب الاولاد كمان. شايفين شكله عامل ازاي؟ اللهم بارك. كانت صينيه قرنبيط حلوه وجميله، وزي ما بقولك اقتصاديه وموفره كمان. كله كده مع بعضه ودخلنا الفرن. وقبل ما ندخل على الطريقه، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه معايا هنا قرنبيطه كده يا جماعه بالشكل ده كده. طبعا بقى انت عاوزه تجيبيها كبيره عاوزه تجيبيها صغيره براحتك خالص، يعني الحجم بقى حاجه ترجع لك. هبدأ بقى يا جماعة أحوش كده زهرات القرنبيط بالشكل ده كده. وطبعا كلنا عارفين قد إيه القرنبيط مغذي جدا، يعني لو هو ني، لو هو مخلل، وكمان لو هو في الفرن. بجد القرنبيط من الأكلات الشتوية اللي طعمها بيكون حلو جدا جدا جدا. هبدأ بقى افصصه بالشكل ده كده يا جماعه، واحوش كده زهرات القرنبيط بتاعتي كلها بنفس الطريقه. واي بقى من العروق البيضه دي بحوشها بقى بالشكل ده كده. شايفين بقى يا جماعه؟ بخلص بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه، وبيكون كده شكله. حابه تعمليه اصغر من كده اكبر من كده براحتك خالص. بعد كده معايا هنا حله على النار فيها كده نصها ميه حطيتها تغلي. بعد كده بقى يا جماعه هحط لها شويه من الملح وشويه من الكمون. شايفين بالشكل ده كده؟ وطبعا الميه غلت معايا اهو بالشكل ده كده. بنزل بقى بوحدات القرنبيط بتاعتي او بالزهر بتاع القرنبيط بتاعنا بالشكل ده، وبنزل كده بيه كده على وشه بالشكل ده لحد طبعا بقى ما يتسلق معايا كويس جدا جدا. طبعا انا في المرحله دي بقى مش عاوزاه يكون يعني متماسك معايا عشان اعرف اقليه في الزيت ولا اي حاجه. يا دوبك كده بقعده حوالي يعني 6 7 دقايق كده يا جماعه، وبعد كده بنشوفه مع بعض. كده بقى بشوف القرنبيط بتاعي خلاص كان استوى معايا. يعني انا بحب بقى اسويه في المرحله دي يكون سوا كامل شويه، عشان طبعا اللي هقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي. كده خلاص القرنبيط خرجته بقى من الميه. وبعد كده بقى يا جماعه شايفين شكله عامل ازاي؟ مستوي بقى خالص معايا، وانا عاوزاه كده بالشكل ده. ممكن بقى تبداي بقى تفصصيه، تشيلي كده كل واحده كده من زهره القرنبيط بالشكل ده. دي كده طريقه. وبجيب بقى طبعا الطبق بقى بتاعي، وببدأ أفصصه بالشكل ده كده. حابة الطريقة دي براحتك. هنشوف برضو مع بعض طريقة تانية. بجيب برضو قطع كده من القرنبيط بالشكل ده كده يا جماعة، وببدأ كده أقطعه مكعبات كده بالسكينة. شايفين؟ بس خلي بالك بقى من السكينة وخلي بالك من ايديك. كده الطريقة دي سهلة جدا جدا، وفي ثانية بتكوني قطعتي. شايفين؟ اهو كده تمام اهو. بقطعه بقى كله كده بنفس الطريقة. كده خلصت القرنبيط بتاعي كده قطعته اهو يا جماعه بالشكل ده كده قطع صغيره خالص. بعد كده بقى هنعمل بقى المكونات بتاعته. معايا هنا كوبايه ونص من اللبن، هحط لهم كمان بيضتين، يعني كل الصينيه دي معموله باتنين بيضه بس. هحط كمان رشه فلفل اسود عشان البيض طبعا. معايا كمان معلقه من الخل. هخلط بقى الاول اللبن مع البيض كويس يا جماعه لحد كده ما ارب البيض كويس مع اللبن بالشكل ده كده. وحطيت كمان رشة فلفل اسود ومعلقة خل. بعد كده هنزل بقى هنا عندي هنا باتنين طماطمايه مبشورة، بشرتها كده بالمبشرة وشلت القشر بتاعها. معايا كمان حوالي كده 4 معالق من الخضرة اللي هما شبت وكزبرة، قطعتهم برضو ناعم بالشكل ده كده. معايا كمان معلقة من التوم المفروم. وما تقلقيش من التوم خالص في القرنبيط، يعني تقولي قرنبيط وتوم بجد بيديله بقى طعم وريحة مش قادرة اقول لكم على طعمه وريحته بيكون عامل ازاي. بخلط برضو بقى المكونات اللي حطيناها بالشكل ده كده يا جماعة. وبعد كده معايا بس معلقتين من الزيت.
شايفين؟ من غير بقى، يعني احنا لو بنقليه بياخد نص ازازة زيت، لكن احنا دلوقتي حطينا له معلقتين بس من الزيت. وهبدأ بقى احط الدقيق بتاعي طبعا على حسب بقى ما اشوف السمك بتاعها هيكون عامل ازاي. اول حاجة حطيت الاول كده 4 معالق من الدقيق، 4 معالق كده كبار، وهبدأ اخلطهم اهو يا جماعة لحد كده ما ادوب الدقيق خالص خالص. وطبعا لو العجينة لسه سايلة برضو بفضل ازود دقيق. هبدأ برضو ازود تاني شوية من الدقيق، هحط برضو حوالي 4 معالق تانيين، يعني المقدار بتاعنا اخد معايا 8 معالق من الدقيق. وانزلي بالدقيق كده بتاعك واحدة واحدة لحد ما تكون معاكي عجينة زي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. لازم بقى اقلب الدقيق كويس علشان ما يكونش فيه اي تكتلات خالص، بالشكل ده كده اهوت يا جماعة. بعد كده بقى هحط بقى التوابل بتاعتي. معايا هنا كزبرة ناشفة، حطيت معلقة كده صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة من الكمون، وهحط كمان معلقة من البابريكا. يبقى كزبرة ناشفة، كمون، بابريكا، وحطيت شوية كده من الشطة، ودي اختياري، لو مش عاوزة شطة ما تحطيش. وهحط بقى كمان الملح كده بتاعه. ومعايا كمان هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بالشكل ده كده اهو. وبقلب بقى التوابل بتاعتي كويس، وطبعا بدوق الخلطة دي، لو لقيتها لسه عاوزة ملح بحط لها ملح. هخلط بقى التوابل بالشكل ده كده اهو يا جماعة مع الخلطة بتاعتي بالشكل ده، كله كده اختلط كده كويس. ويا ريت بقى يا جماعه لو وصلت لحد هنا، يا ريت لو نسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك علشان الفيديو يترفع ويتشاف. كده خلاص الخلطه بتاعتي بقت جاهزه. هنزل بيها بقى على القرنبيط اللي قطعناه مكعبات صغيره اهو كده تمام. بنزل بقى بكل الخليط بتاعي وابدا بقى اخلطه كده مع القرنبيط بالشكل ده كده بالمعلقه كده، بجيب من تحت لفوق كده لحد ما اشرب القرنبيط كله الخلطه بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. شايفين بقى صينيه قرنبيط في الفرن، تنفع غدا، تنفع عشاء، وكمان هتنفع فطار، مش هتقولك لا. بتبقى في التلاجة كده في اي وقت، بتبقى حلوه جدا جدا. جبت القارب بتاعي، القارب الكبير، ودهنته دهنه زيت كده كويسه بالشكل ده كده يا جماعه. وبعد كده بقى هنزل بخليط القرنبيط بتاعنا، وهبدأ بقى اوزعه كده في الصينية واسوي الصينية بتاعتي. وطبعا بقى في الوقت ده بكون مشغلة الفرن علشان بتدخل فرن حامي، بتدخل على درجة حرارة 200، وبشغل من فوق ومن تحت. قعدت حوالي نص ساعة في الفرن، وطبعا على حسب الفرن بتاعك، انت كل شوية كده هتتابعيها لحد كده ما وشها ياخد اللون المظبوط، هتقومي بقى مطلعاه. سويت بقى الصينية بتاعتي كده يا جماعة، هدخلها بقى الفرن، وما تخرج بقى من الفرن نشوفها مع بعض. شايفين بقى شكل صينية القرنبيط بتاعتنا؟ حاجة كده من الآخر. سبتها بس تبرد شوية علشان أعرف أقطعها معاكم بالشكل ده كده. هبدأ بقى أقطعها كده لمربعات، بقطعها الأول كده بالطول، وبعد كده هقطعها بالعرض. وطبعا بقى زي ما تحب التقطيعات بتاعتك زي ما انت عاوزة. كده قطعتها اهو يا جماعة. وهاخد بقى ابدا اشيل قطعه كده من الصينيه. شايفين بتخرج معانا بكل سهوله، مش لازقه في الصينيه ولا اي حاجه، القطعه كده بقطعتها يا جماعه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ كمان طعمها كان حلو جدا جدا، قد ايه هشه كده وطريه من جوه، واخده كده سنه قرمشه من بره بالشكل ده كده يا جماعه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وطبعا لو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.